بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد امين. اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات ايات وحكايات. كتير قوي بنختار احنا، واذا اخترنا الكونسيكونسز مش كويسه، التبعيات اللي احنا حاجات اللي احنا بنعملها بتبقى مش كويسه. لكن لو خلينا يسوع هو اللي يختار بيبقى في الغالب كل حاجه كويسه. عشان كده الآية اللي بتقول لتكن إرادتك لا إرادتي، يسوع كان بيقولها عشان يعرفنا بالظبط نقول إيه. يا رب أنا ماليش إرادة. هتقولي وأنا معدوم الإرادة؟ لا، أنت لك كل الحرية، لكن أنت من كتر حبك وثقتك في المسيح يسوع بتقول له يا رب أنت اللي تمشي إرادتك مش إرادتي أنا. إلغي إرادتي خالص يا رب، لتكن مشيئتك. وأنا منساش خالص كنت بتكلم عن اختيار شريك الحياة في في ولاية من ولايات أمريكا، فجات لي بنت بعد الاجتماع وقالت لي يا ابونا أنا اتأثرت قوي بالكلام اللي أنت قلته، وأنا عاوز أقول لك على حاجة يا ابونا. أنا بحب واحد قوي قوي قوي، هو خطيبي من ولاية تانية، بس أنا بعد العظة أنا عارف عاوزة نفسي أقول له يا رب لو هو مش من إيدك أنا مش عاوزاه. أنا عاوز أخد حاجة حسب إرادتك أنت وحسب مشيئتك أنت ومن إيدك أنت. لو أنت ده مش من إيدك أنا مش عاوزاه، برغم إني بحبه جدا. فأنا قلت لها طيب حبيبي ربنا يتمجد معاكي، صلي. قالت لي لا، نصلي أنا وقتك، نصلي سوا وتصلي معايا جامد قوي، ولو ربنا اداك علامة أنت بأي طريقة وقال لك الجوازة دي مش كويسة قول لي، هنفذ في التو واللحظة، هبعت له واقول له ام سوري مش هنكمل. ولو اداني علامه انا برضه هسيبه. قلت لها حبيبي اللي ده بيحبك وبتحبيه وكل حاجه كويسه. قالت لي لا مش فارق معايا، انا فارق معايا هو من ايد ربنا ولا لا، لان ممكن يبقى كويس جدا 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 وهو فعلا كويس وانا كويسه، لكن مش من ايد ربنا فانا مش عاوزاه لو مش من ايد ربنا. طب نصلي، وقعدنا نصلي، وكل اسبوع تكلمني ابونا انت مستريح؟ اقول لها مستريح. ما ربنا ما ادكش اي علامه؟ اقول لها لا. او انتي؟ تقول لي لا ربنا مريحني ومالي قلبي بالسلام زي ما انت قلت لي. جيت في مره رحت عندهم الكنيسه سالت عليها فهي ما كانتش موجوده، فعقبال ما ادوها خبر وجت كنت انا بدات اوريدي المحاضره بتاعت الشباب. فانا في نص المحاضره هي دخلت، وداخله بقى شكلها يعني متبهدل خالص، وقاعده ورا في الدكه الاخيره عماله تعيط بلا توقف خالص. فانا قلقت عليها قوي وبحاول اركز في العظه اللي بقولها، واول ما خلصت جريت عليها مالك يا حبيبي قولي لي ايه بتعيطي ليه، حصل ايه؟ قالت لي لا ما انت سالت عليا. سالت عليك ايه؟ طب ايه المشكله ان انا اسال عليك؟ قالت لي يبقى ربنا اداك علامه وانت بتسال عليها عشان اسيبه يعني. خلاص هسيبه يا ابونا اتس اوكي. قلت لها لا حبيبي لا مفيش كده خالص، انا بسال عليكي عشان بسال عليكي مش عشان اقول لك سيبيه. بجد يا ابونا؟ قلت لها يسلم يا ابونا اي لاف يو سو ماتش، وبقت هتطير من الفرح. يعني هي بتحب الولد قوي، لكن تخيل انها كان جايه اوريدي انها تسيبه بس عشان حست ان ربنا ممكن يقول قال لا ما تكمليش معاه. ايمان فظيع مش كده؟ لا واكتر من كده. فضلت تكمل معايا بالطريقه دي لغايه في مره جايه بتكلمني وبتقول لي ابونا انت مرتاح وقلبك مليان بالسلام من ناحيه الجوازه دي؟ قلت لها ايوه يا بنتي. قالت لي وانا كمان. يبقى ده من مشيئه ربنا. على العموم الساعه دلوقتي 9. قلت لها انت بتوشوشيني ليه باي ذا واي يعني؟ قالت لي انا اصلا لابسه فستان الفرح، انا هتجوز كمان كام ساعه. ابونا لو في الكام ساعه دول حصل اي حاجه وانت حسيت بحاجه كلمني، انا هتبع مشيئه ربنا. طبعا ممكن ناس كتيره قوي تقول على البنت دي مجنونه مش كده؟ يعني ايه بعد ما عملت كل حاجه وجهزت الفرح وقالت للناس والمعازيم جم ولابسه فستان الفرح وقال لها جاهزين للجوازه، ودي بتقول يا رب لو مش من ايدك انا مش عاوزاه، اديني علامه ولو قبل الجواز ب10 دقايق اتس اوكي. انا هتألم جامد قوي، بس لما اتألم في يوم واحد احسن ما اتألم بقية حياتي.
إذا كان مش من إيدك أنا مش عاوزاه. ونشكر